عارف المشكله الاكبر فين؟ احنا معذورين جدا، لان ناس كتير اصلا مش عارفه هي بتحب ايه. يعني حد هيقول لي انا مش عارف انا بحب ايه، انا تايه مش عارف. وده مش ذنبك. مش ذنبك، لكن لان كتير مننا ما اتعلمش انه يكتشف نفسه اصلا من وانت صغير. بابا انا نفسي العب كوره، ركز في المذاكره. بابا انا نفسي اتعلم جيتار، مش هيفيدك، ركز في المذاكره. طب نفسي افتح مشروع بلاش يا ابني، ده تضييع وقت، واصلا اللي بيفتحوا مشاريع دول حراميه، فاهم؟ افتكر ان انا في مره بجد كنت اول ما اولكس كان طلع، كنت خدت الموبايلات القديمه اللي في بيتنا وبعتها. والله كنت في اولى اعدادي، كنت صغير جدا. انا اهلي يعني حرفيا فشخوني اليوم ده. انا اهلي بجد يعني ازاي وانت تعرف ان انت رايح فين ولا بتعمل ايه، ولا انت الشخص اللي انت بتقابله وبتبيع له الحاجه دي انت شفته ولا عرفته؟ فاكرين ايام اوليكس؟ مش عارف انتوا يعني توعوا على اوليكس ولا لا، دلوقتي بس دوبيزل ولا حاجه. فقتلوا البيزنس مان اللي جوايا في مهده حرفيا. فاحنا مع الوقت من الحاجات دي بدأنا نخاف نجرب. يعني بنستنى حد يقول لنا نعمل ايه. و... وده طفح جوانا، او طفى جوانا حته الشجاعه، انك ما بقتش شجاع انك تجرب اي حاجه، انك تجرب، تغلط، تتعلم، تغير رايك، تنضج. ولما بتوصل ثانويه عامه بيبقى مطلوب مننا ناخد قرار من اهم القرارات اللي في حياتنا، قرار هيحدد 5 سنين او 6 سنين، واحنا اصلا ما خدناش فرصه نعرف نفسنا ولا نعرف اهتماماتنا ولا. اسال نفسك سؤال، مش ايه احسن كليه، لا، اسال نفسك انا عايز حياتي تبقى عامله ازاي. هل بحب اتعامل مع الناس، ولا بحب اقعد بالساعات قدام الكمبيوتر، ولا بحب الحركه، ولا بحب الشغل المكتبي، ولا انا بحب السفر، انا عايز حاجه تخليني اتنطط ما بين البلدان، ولا الاستقرار اهم حاجه بالنسبه لي، انا عايز اعيش في مصر يا عبد الرحمن، مش عايز اتحرك. في ناس هتستمتع جدا وهي بتتعامل مع المرضى على فكره، وهي بتتعامل مع الناس ويتحبوا يبقوا موجودين مع الناس. وفي ناس بمجرد ما بيكونوا موجودين ما بين وسط ناس بيتوتروا، فلا، ده انا عايز ابقى شغل مكتبي احسن. في ناس لما بتشوف الدم بتتخض وبتخاف وقلبها بينبض، بتخاف جدا من المرض وبتخاف من الحاجات دي. دخلوا طب ليه يا ابني ليه؟ في ناس بتحب تكون طول اليوم وسط الناس. يعني شوف انت بتحب ايه. يعني عمرك ما حد جه سألك انت بتحب ايه، انت عايز ايه؟ والله السؤال ده انا عارف ان هو ما جاش واتسألك، انا بسأله لك دلوقتي. كام يوم والدرجاتك هتطلع وهتبدأ تاخد قرارك في مسيرتك التعليمية والكلية. لو انت عندك شغف في مجال معين، فدي نعمة كبيرة جدا مش موجودة عند ناس كتير. ارجوك لو انت مكتشف شغف معين جواك، امسك فيه وشوف ايه الكلية، حتى لو جايب 99%، شوف ايه الكلية الاقرب لشغفك وخشها. دي نعمة كبيرة، امسك فيها، مش كل الناس كده. يعني انت وانت صغير بتحب الكمبيوتر والبرمجة، بتحب الطب، خش طب يا عم، الهندسة، التصوير، امشي ورا شغفك، لان ده اللي هيخليك تتحمل المسؤولية والتمن والمقايضة اللي انت هتقيدها بوقتك وحياتك ومجهودك في مجال معين. مش لازم كل الناس تبقى على مسطرة واحدة، مش لازم كلنا نبقى نفس الحلم ونفس الستاندرز ونفس يعني انا مثلا لو جربت اكله، الاكله دي هتبقى بالنسبه لي وحشه، بس بالنسبه لك احلى اكله في الدنيا. حتى نفس الفكره في الكليات، مش عشان بابا قال لك انك لازم تطلع مهندس زيي انك لازم تطلع مهندس. لا، قول له لا يا بابا. عايز اطلع رسام يا اخي، والله ما بهزر انت. ف ارجوك الموضوع انا عارف ان هو صعب، بس هنعمل ايه يا دكتور؟ يعني نجيب الكلام ده منين؟ يعني لما نحب نبحث وندور اهو. مش ده يعني قصدي الموبايل يعني. استخدم الموبايل، دور، شوف. اقول لك على حاجه، فكره مجنونه. روح، انت نفسك تبقى دكتور مثلا، روح للدكاتره واقعد معاه في العياده، قول له انا عايز اعيش يوم معاك، يوم من حياتك بتاع كدكتور اسنان، صيدله، وهكذا. عيش معاه اليوم وشوف هل دي الحياه اللي انت عايزها ولا لا.